نيمار مواليد 5 فبراير 1992 المعروف باسم نيمار أو نيمار جونيور، هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب مهاجما لنادي الهلال في دوري المحترفين السعودي ومنتخب البرازيل. يعتبر لاعبا متعدد الاستخدامات، حيث يمكنه اللعب كمهاجم مركزي، مهاجم ثاني، جناح أو أحيانا كصانع ألعاب. يعرف بالمهارة العالية، المراوغة، السرعة، الابتكار، التمرير، والقدرة على اللعب بكلتا القدمين، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم. سجل نيمار ما لا يقل عن 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة، مما يجعله واحدا من 3 لاعبين حققوا ذلك. برز نيمار في سن مبكرة مع نادي سانتوس في موطنه البرازيل، حيث لعب أول مباراة له كمحترف مع الفريق الأول وهو لا يزال بسن 17. ساعد النادي على الفوز ببطولتين متتاليتين من بطولة باوليستا، وكأس البرازيل، وكوبا ليبرتادوريس 2011. وكان الأخير هو الأول لسانتوس منذ عام 1963. وحصل نيمار مرتين على جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية مرتين، في عامي 2011 و2012، وسرعان ما انتقل إلى أوروبا للانضمام إلى برشلونة. كجزء من الثلاثي الهجومي لبرشلونة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، فاز بالثلاثية المكونة من الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-15، واحتل المركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية عن أدائه لعام 2015. ثم حصل على الثنائية المحلية في موسم 2015-16. في عام 2017 انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأضخم في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو. في فرنسا، فاز نيمار ب3 ألقاب في الدوري، ولقبين في كأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة الفرنسية، والتي تضمنت ثلاثية محلية، وحصل على جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي في موسمه الأول. ساعد نيمار فريق باريس سان جيرمان في تحقيق 4 مرات على المستوى المحلي في موسم 2019-20، وقاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ. رصيد 73 هدفاً في 118 مباراة مع البرازيل منذ مشاركته لأول مرة في سن 18. يعد نيمار ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخبه، خلف بيليها فقط. كان لاعباً أساسياً في تحقيق البرازيل لبطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 سنة 2011، حيث أنهى البطولة كأفضل هداف، وكأس القارات 2013، حيث فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. تم قطع مشاركته في كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 بسبب تعرضه للإصابة في الأولى والإيقاف في الثانية، قبل أن يقود البرازيل إلى تحقيق أول ميدالية ذهبية أولمبية في كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016. بعد عامين، بعد تخليه عن شارة القيادة، شارك في كأس العالم 2018، وبعد التغيب عن بطولة كوبا أمريكا 2019 بسبب الإصابة، وساهم مع البرازيل في الوصول إلى النهائي في بطولة 2021. نشأته وحياته. ولد نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور في موج داسا كروزيز بمدينة ساو باولو، لأبوين برازيليين هما نيمار سانتوس سينيور ونادين دا سيلفا. ورث اسمه عن والده الذي كان لاعب كرة قدم سابقا، وأصبح مستشارا لابنه حيث بدأت موهبة نيمار في النمو. يعلق نيمار على دور والده: كان والدي بجانبي منذ أن كنت صغيرا. إنه يعتني بالأشياء وأموالي وعائلتي. أثناء نشأته، جمع نيمار حبه لكرة الصالات مع كرة الشوارع. قال نيمار إن كرة الصالات كان لها تأثير كبير على نشأته، مما ساعده على تطوير أسلوبه وسرعة تفكيره وقدرته على أداء الحركات في المساحات الضيقة.
في عام 2003 انتقل نيمار مع عائلته إلى ساو فيسنتي، حيث بدأ اللعب مع فريق شباب بورتوغيزا سانتيستا. ثم في وقت لاحق في عام 2003 انتقلوا إلى سانتوس، حيث انضم نيمار إلى نادي سانتوس. مع نجاح مسيرته المهنية في مجال الشباب ودخله الإضافي، اشترت العائلة أول عقار لها، منزل بجوار فيلا بالميرو، ملعب سانتوس الرئيسي. تحسنت نوعية حياتهم الأسرية، حيث في سن 15 كان نيمار يكسب 10,000 ريال شهرياً، وفي سن 16 كان يكسب 125 ريال شهرياً. في سن 17 وقع أول عقد احترافي كامل له، وتمت ترقيته إلى فريق سانتوس الأول، وبدأ في توقيع صفقات الرعاية الأولى.